ازاي في ناس في امريكا هنا قدرت بالادوات دي ان هي تدخل دخل سنوي 100,000 و200,000، ولما الموضوع كبر معاهم قوي فتحوا مصنع وقدروا يدخلوا اكتر من 500,000 في السنه. وانا النهارده مش جاي احكي لك على قصص، انا جاي اقول لك تجربه عمليه اكنه كده كورس مجاني كامل بكل حاجه. كل اللي عايز تعرفه او اللي عايزه تعرفيه ازاي تصنعي شمع في امريكا هقول لك عليه في الفيديو ده. فمن غير مقدمات كتير يلا نبتدي. لو اول مره تشوفني، انا اسمي فادي يوسف، عايش في فلوريدا هنا في امريكا بقالي سنين، وعامل القناه دي عشان اشرح للناس اكتر الحياه في امريكا وطبيعه الشغل ونعمل ايه والمشاريع وتفاصيل كتيره قوي. فلو انت عايش في امريكا او ناوي تعيش في امريكا فاكيد القناه دي هتفيدك بشكل ما. فاعمل سبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جايه واللي فاتت كمان. وقبل ما نبتدي الفيديو ده اعمل لايك واكتب لي كومنت كده تشجيع حلو، ويلا نبتدي عشان احكي لك على مشروع النهارده. اول حاجه عايز اجيبها هي الكونتينر اللي انا بحط فيه الشمع. ممكن يبقى جار اللي هي الحاجات الازاز، او تن اللي هي الحاجات الصفيح المعدن. له اشكال كتيره جدا جدا على حسب ذوقك. وتاني حاجه طبعا هي الواكس اللي هي الشمع، وده في منه انواع كتيره جدا. يمكن اشهر حاجه بتسمعوا عنها هي الصويا واكس اللي هو معمول من الصويا، لكن تحت الصويا واكس ده في انواع كتيره جدا. من مزايا طبعا ان هو شمع طبيعي، فلما بيجي يتحرق ما بيعملش بقى ايه ادخنه سودا او اي حاجه سامه، بيسموه نون توكسيك. وفي منه انواع كتير لكن اشهرها هي ال 464. غير الصويا في الكوكونات مثلا اللي هو جوز الهند، ده برضو شمع طبيعي. وبرضو في انواع ممكن يبقى معمول ميكس مع صوي، ممكن يبقى معمول ميكس مع الابريكوت اللي هو المشمش. ففي انواع كتير، لكن انت لو واحد مبتدئ ممكن تبتدي بالصويا واكس. والحاجه الثالثه المهمه الادوات بقى اللي انا هستخدمها عشان اسيح الشمع واعرف اشكله او اصبه. فدي اشهر حاجه موجوده اللي هي البيتشر. لو عندك اي حله قديمه مش عايزاها بتمليها ميه وبتحط دي جواها، وجوه دي بتحط فيها الشمع وبتسيحيه، اللي هو بيسموه دبل بويلنج، عشان النار ما تبقاش مباشره على الشمع وتحرقه. فلما بيجي يتسيح بيتسيح جوه حله فيها ميه. دي الطريقه القديمه والتقليديه. لكن لو عايزين تعلوا شويه وتبتدوا تصرفوا شويه ممكن بقى تبتدوا تجيبوا حله زي دي بتعمل نفس الوظيفه بتاعت الدبل بويلنج، بس مش محتاج تحط فيها ميه. وهنا بيبقى في تحكم في درجه الحراره طبعا عشان تظبط الدرجه اللي انت عايزها، والحنفيه دي عشان تصب منها الشمع السايح. وكل الحاجات اللي انا بستعملها او برشحها هسيب لك اللينكس بتاعتها بتاعت امازون موجوده في الديسكريبشن برضه، عشان لو عايز تعرف اسعارها او تفاصيل عنها او صور او كده تقدر تخش وتشتريها لو حبيت. طيب بعد بقى ما بتسيحه في ده انت محتاج تظبط درجه الحراره، او تجيب لك حاجه زي ده اللي هو ده بيبقى بالليزر. واحنا بنسيح الشمع كده لازم نجرب ونشوف درجه الحراره وصلنا لها ولا لا. طيب بعد كده بقى محتاجين الموازين بقى، ميزان. ده بيبقى سكيل حساس جدا، يعني بالجرام، بيحسب لك بالجرام، فبيبقى ادق جدا لو انا عايز اظبط الفريجنس اويل بتاعي بالجرام، ده يدي لك الحسبه المظبوطه. لكن الكبير ده بستخدمه في الحاجات الاكبر. عايز استخدم البيتشر ده واحطه هنا علشان هاوزن كذا، هعمل كذا كوبايه، وفي الاخر بعد ما بخلص وبحطه في البوكس عشان اعمل له شيبنج برضه ببقى محتاج ميزان محترم يعني. فده بستخدمه في الحاجات الاكبر. طيب ايه الفريجنانس اويل ده بقى؟ انا اللي انا ببيعه ده ما ببيعش مثلا شمع ساده كده اللي هو من غير ريحه ولا حاجه، هو اسمه سنتد كاندل، يعني حاجه ليها ريحه. فعشان تروح تحط الريحه فيها دي لازم تجيب حاجه اسمها فريجنانس اويل. فريجنانس اويل بيتباع في كذا عبوه، ممكن تبقى حاجه صغيره كده بجيبها عشان اجرب الريحه دي هتعجبني ولا لا. لو عجبتني بروح اشتري الاكبر منها، نفس الحاجه بتبقى ارخص. ولو جالي عليها اوردرات كبيره مش هجيب دي، هجيب حاجه اكبر، اخش بقى ايه في الوحش ده. وكل ما تجيب مقاس اكبر هتبقى التكلفه عليك ارخص. طيب بجيبهم منين؟ هسيب لكم طبعا اللينكات برضو في الديسكريبشن، لكن خليني اقول لك مش شرط ان انت لو هتشتري من مكان واحد يبقى كل الفريجنس اويل بتاعتهم حلوه. ان انا اقعد اشتري حاجات صغيره من دي من كذا مكان واقعد اجرب واعمل تيستات. التيستات طبعا بتاخد شويه وقت، هتاخد شهور يعني منك لغايه ما توصل لاحسن حاجه انت عايزها تكون عاجباك وعاجبه الكاستمرز بتوعك. فاجي اشتري مثلا 5-6 حاجات من كاندل ساينس وحاجه واحده من فيلمور مثلا، بيبقى عاجبني مثلا ريحه معينه عندهم مش بلاقيها في حته تانية. فعشان تنجح في حاجه زي كده اهم حاجه التجربه، ان انت تجرب مش اي حاجه والسلام. طيب بعد كده وصلنا للويك. ايه الويك دي؟ الويك اللي هي الفتيله دي، بيبقى ليها قاعده كده معدنيه عشان تنزل في القعر بتاع الكوبايه، فعلى حسب الخامه اللي هي اتصنعت منها ده بيبقى ليها كود زي مثلا سي دي، ايكو، او شويه رموز تانية بتتقال كده في الاول حروف. وتاني حاجه بتختلف هي المقاس بتاعها، السمك بتاعها، ممكن تبقى 2 انش، 4 انش، 6 انش، 18 على حسب السمك بتاعها. فمن الحاجات الحلوه قوي في كاندل ساينس ان هم عندهم شارت كده موجود فيه كل المقاسات اللي انت محتاجها. ولما تختار الفتيله المناسبه لازم يبقى بناء على القطر بتاع الكونتينر اللي انت بتشتغل بيه،
لان ممكن تحتاج فتيله واحده او 2 أو 3 على حسب حجمها. كل ما القطر ده بيكبر كل ما تبقى محتاج حاجه اكبر. وده برضو بيبقى تيست تاني مهم قوي ان احنا نعمله، هل الفتيله دي مناسبه ولا لا. بعد ما بخلص الشمع بقى بحتاج حاجه زي الهيت جان دي عشان اساوي السطح بتاع الشمع كله يبقى مستوى واحد، لان ممكن بعد ما ينشف تلاقي فيه خروم مثلا. ده بيحل 3/4 المشاكل بعد ما الشمع بيجمد، تقدر ان انت تسخن وتشتغل بيه. فده مهم قوي، وبالذات لو هتستخدم صويا واكس لان برضو مشاكله في الحته دي كتير شويه. طب عرفنا خلاص كل الادوات اللي احنا محتاجينها ايه، تعالوا بقى نعمل واحده دلوقتي بشكل عملي ونشوف تفاصيل صناعه الكاندل. طيب اول حاجه محتاجين نقطع شمع ونحطه في الحله دي. اهم حاجه بقى الجلوفز عشان خاطر الروايح. اخد بقى شمع من البوكس ده، واللي شاطر يقول لي الشمع ده اسمه ايه في الكومنتس. اخد كام حته، هو بيجي في شكل الواح كده، تقطع الجزء اللي انا عايزه عشان ما يبقاش كتير، وابتدي بقى اخدهم واحطهم بالشكل ده. تبتدي بقى تظبط درجه الحراره على اللي انت عايزها. انا بظبطه تقريبا على 190 درجه اللي هي فahrenheit طبعا، وتغطي الحله وتسيبها لغايه ما تسيح. طبعا لغايه ما تسيح مش هنقعد فاضيين بقى، هنجيب الكونتينر بتاعنا اللي احنا هنعمله ونرش عليه كحول، ونبتدي بقى ايه ان احنا نمسح وننظف اي تراب موجود، لان اي تراب موجود او حاجه ممكن يفرق في الويك لما نيجي نحطها باللزق بتاعها ما يلزقش كويس. واحنا طبعا عايزين الفتيله دي تلزق كويس. ممكن تلزقها بقى باي طريقه، بس انا بفضل الستيكرز دي علشان خاطر بتثبت بشكل احسن، ومفيش بقى مسدس شمع ولا الكلام ده ممكن يعمل شويه لحواسه، فده بيبقى انضف واسهل. بتشيل الستيكر اللي عليه وتجيب واحده من الويك دولت وتلزقها فيه. اول لما بتلزق هتبقى سهله بعد كده انت تشيلها. انا في الكونتينر هستخدم 2، فاحنا نعمل برضو التانية. جيبها برضو كده بالقعر بتاعها، الحته الحديد دي تروح مدخلها فيها وتشيلها كده سهل. الفكره ان انت تسنترهم الاتنين عشان خاطر توزيع الاشتعال بتاع الشعله يبقى مظبوط، ما يبقاش فيه يعني جنب هو اللي بيسيح والجنب التاني بعيد شويه او كده، تبقى في الاخر بالشكل ده. بس طبعا زي ما انتم شايفين ان هي ايه، ان الويك لو انا سبتها كده وصبيت الشمع عليها طبعا يعني هتبقى رايحه وجايه كده مش ثابته، فعشان اثبتها لازم استخدم حاجه تانية اللي هي دي. في ناس ممكن تستخدم بقى مشبك غسيل، تستخدم الحاجات يعني اي حاجه، المهم ان انت تثبت وتتاكد ان الاتنين ثابتين. شدها كده شويه والناحيه التانية برضو شدها كده. ممكن تعقدها لو عايز بحيث ان هي تبقى ثابته وما بتتحركش. ده الشكل بتاعها. طيب دلوقتي عايز اجهز بقى الفريجنانس اويل بتاعي. انا حاطط حاجه اسمها ساندل وود، دي واحده من الروائح المفضله بالنسبه لي، وعايز اوزن 17 جرام و8 من عشرة علشان احطه على الكوبايه بتاعتي. طب احنا بنحسبها ازاي؟ طيب دي كوبايه 8 اونس، محتاج ان انا استخدم هنا 220 جرام واكس واحط عليهم 17 و8 من عشرة جرام فريجنانس اويل. دي الحسبه اللي انا عاملها على الكوبايه دي. طبعا هي بتختلف من حاجه لحاجه، كل واحده على حسب حجمها، فانت لازم تعرف الاول بتاخد شمع قد ايه الكونتينر اللي انت بتستخدمه. ولو عايز تستخدم فريجنانس اويل مثلا 8% 9% 10%، فانت استخدم الكميه اللي انت عايزها بناء على التوصيات اللي هم بيقولوا لك عليها الشركه اللي انت شاري منها. فعشان اعملها بقى مظبوطه محتاج حاجه زي كده، ان هو معمول على الجرام. انا عايز استخدم الجرام خلاص، لان ده ادق حاجه في صناعه الشمع. وهجيب مثلا كوبايه من الكوبايات اللي احنا بنرميها بعد ما نستخدمها، او في ناس بتستخدم اللي هي الكوبايات السيليكون، ممكن عشان تغسلها وتستعملها تاني تحطها عليها. وطبعا ده هيعمل وزن، فانت هتدوس على زرار تاني هيعمل لك، هيصفر لك العداد عشان يبتدي يحسب الوزن من بعد اي حاجه هتحطها فوق الكوبايه دي. وتاخدوا بالكم عشان الريحه دي بتبقى قويه جدا، فهتلزق في كل حاجه حواليكم. وكده بقى جاهز احطه بقى على الشمع. بس طبعا انا مش بحطه في الحله، لكن لازم برضو اتاكد الاول من درجة الحرارة كده 190 مظبوطة. نفس الموضوع برضو بعمله مع الميزان الكبير، بعد ما اشغله اتأكد ان هو معمول بالجرام، وبعدين هحط البيتشر ده اللي انا هحط فيه الشمع، فلازم اوزنه لوحده عشان انا عايز اعرف بس يعني الشمع قد ايه. لو انا استخدمته كده وحطيت عليه الشمع هيبوظ الحسبة بتاعتي، فانا لازم برضو اصفره اخليه يبقى صفر عشان اي حاجة تضاف عليه هو ده يعني قيمة الشمع او حجم الشمع اللي انا محتاج احطها. فانا محتاج 220 جرام. هاجي بقى هنا وابتدي اخد الشمع اللي انا عايزه وابتدي اوزن كده، عمل 224. تمام كده حلو. فاهم حاجة اشوف درجة الحرارة قد ايه، فهي كده 160
فكده اقدر بقى ايه ساعتها احط بقى الفريجرانس اويل بتاعي. خلاص كده حطيت كل الفريجرانس اويل ده عشان يعمل كوبايه واحده، انا بس بعملها تيست، فانا مش عايز اهدر الحاجات اللي عندي، فبعمل بس كوبايه واحده. وتجيب بقى معلقه خشب وتقعد تقلب الموضوع ده لمده دقيقتين مثلا عشان يمزجوا مع بعض كويس. وطبعا التقليب لازم يبقى بالراحه، يعني ما ينفعش بقى نقعد نعمل جامد لان ده ممكن يعمل بابلز، فالحاجه المفروض تبقى بالراحه. قبل ما تلاقي الحاجه ابتدت تشبر قوي كده تبتدي ان انت تصبها عشان ما تجمدش. خلاص انا بعملها في الغالب على درجه 145 في الحدود دي، وابتدي بقى ايه اصب بالراحه برضو، مش جامد قوي عشان برضو ما اعملش بابلز فتبقى متعبه لما اجي يعني بقى ايه اصلح فيها. وكده بقى شكلها بعد ما صبيناها، فهي هتقعد بقى ايه تغمق كده او تشبر لغايه ما توصل بقى لدرجه التماسك. فحاول بقى تسيبها يعني ايه 12 ساعه على الاقل ولا حاجه لغايه ما تجمد. وطبعا ده بيختلف من يعني جو الغرفه، هل ساقعه سخنه، يعني على حسب. طبعا في ناس تانية برضو بتستخدم ادوات تانية في الصب بتاع الشمع زي دي بتاعت البانكيك العاديه، ممكن ان انتوا برضو تستخدموها. بتحطوا الشمع فيها وتبقى في جزء هنا يعني موجه للكوبايه، فما فيش بقى طرطشه وكده، فبتبقى اسهل للي حابب يستخدمها وشايف ان دي مثلا اسهل من دي. يعني لما بتجمد بقى الشمعة وعايزين ان انتوا تقصوا الزيادات بتاعه الويك دي او الفتيله، ممكن تستخدم مثلا مقص زي ده برضو مقص للشمع. بتيجي هنا يعني تقريبا كورر انش، يعني ربع انش تقريبا بيبقى الارتفاع، ويعني تمسك الفتيله وتقصها. فطبعا بيبقى قصه سهل لان هو يعني برضو الزاويه بتاعته بتسهل عليك القص المظبوط. وطبعا ما بنسيبهاش مفتوحه كده، لازم تبقى ليها غطا يعني تتعتق والريحه بتاعتها تثبت فيها. لو بقى اكتشفتوا ان السطح بتاعها فيه مشاكل، معوج مثلا او مخرم او اي حاجه من دي، ففي الحاله دي بقى بنبقى محتاجين نستخدم الهيت جان. بنعملها ازاي؟ طبعا الكونتينر بتاعك لازم يبقى على سطح مستوي، ما يبقاش على حاجه مايله. وبتجيب الهيت جان ده بتستخدمه مثلا على سرعه متوسطه او حاجه. طبعا دي بتطلع سخونه فبتسيح السطح بتاع الشمعة، فتقدر بعد كده ان انت تسويها زي ما انت عايز. اي بقى تشققات خروم اي حاجه في السطح بتاعها عايز تخليه كده فلات سموث وكريمي، فطبعا الهيت جان هتساعدك جدا. يعني كده لما سيحنا بقى الجزء اللي فوق، اي خرم او شقوق او اي حاجه نزل فيها خلاص الواكس ده، فبيخليها كلها على مستوى واحد. وهو ده اللي انا عايز اوصل له، ان الحاجه شكلها في الاخر تبقى شكلها نظيف وحلو، لان ده بيفرق مع عملاء كتير قوي بالذات في امريكا. الناس هنا فاهمه الجوده بتاعه الشمع عامل ازاي، فلما بيلاقوه مشقق او حاجه بيبقى فيه مشكله. في ناس تانية لو مش عارفه تعالج بموضوع الهيت جان ولسه عندهم مشاكل، بيبتدوا يخترعوا حاجات مثلا زي ان هم يحطوا ورد جاف من فوق، يحطوا قواقع، يحطوا حاجات يعني ايه يلغوشوا شويه على السطح. هي طبعا بتدي شكل جمالي، لكن في نفس الوقت هم بيحاولوا برضو في بعض الحالات، يعني مش في كله، ان هم يخبوا اي حاجه متداريه. يعني طبعا السطح المشقق ده هيبقى تحت الحاجه اللي هم مغطين عليها، فمهما الحاجه اتحرقت مش هتبان يعني فيها حاجه. الليبلنج بقى ازاي بعمل الليبل ده وبلزقه وبطبعه وبحطه على ده والديزاين بتاعه وكل الكلام ده. اول حاجه عشان تعمل ديزاين زي ده الموضوع سهل جدا. ممكن تروح على كانفا مثلا وتكتب تعمل الديزاين بتاعك، هتلاقي ممكن في تمبلتس معينه تستخدمها، تغير بس تحط اسم الشركه بتاعتك، اسم البرودكت بتاعك، المواصفات بتاعته. لازم يبقى مكتوب الجرام كام جرام، ومكتوب مثلا ان هو 40 ساعه الشمعه بتتحرق مثلا في 40 ساعه او اكتر، نوع الواكس اللي بتستخدمه، الحاجات زي كده. دي بتبقى مهمه، بيانات مهمه عشان اي عميل لما يشوفها يعرف هل هو عايز البرودكت ده ولا لا. بالنسبه بقى للتغليف، عندي اللي هو البابل راب ده، حاجه كده بكره كبيره، هتلاقيها في كل حته. يعني هتلاقيها في وولمارت، هتلاقيها في لوز، هتلاقيها في هوم ديبو، او عايز تجيبها اونلاين هتلاقي كل الكلام ده بالسايز اللي انت عايزه. هتغلف بيها الحاجه طبعا عشان ده ازاز فممكن يتكسر اثناء النقل وكده، فتتاكد ان هي تمام بدل ما تعبكم يروح على الفاضي بعد كده. وبعد كده البوكسات بقى اللي انت بتستخدمها، برضو انا بستعمل بجيب حاجه من شركه اسمها يو لاين. يو لاين دولت عندهم الاف المقاسات من الكراتين وحاجات التغليف وكده، فهسيب لكم برضو اللينك بتاعهم، خشوا بصوا عليه وشوفوا اللي يناسبكم. انا جايب حاجه زي السايز ده، وهي سهله جدا في تركيبها. بقى هو ده المقاس اللي انا بستخدمه.
طبعا انا عندي البيناتس دولت اللي هم بيجوا لي دايما لما باجي بعمل اوردر مثلا كبير او حاجه، بيبقوا مالين الصناديق بالبيناتس دول. يعني طبعا انا ببقى مغلف دي بالراب وبعدين بحطها وبملى بيها الراب عندها علشان خاطر ما يتخربش. طبعا بعد ما بحط الراب هنا عليه ممكن بقى تحط ورق ملون، حاجات كده ثانك يو كارد او ثانك يو فور يور اوردر، حاجات كده ممكن ايه برضو تلزقها عليه من فوق عشان يبان شكل الحاجه حلو. وطبعا بعد ما تقفل العلبه بتحط هنا الليبل بتاع العنوان بتاع الشخص وتطبعه. برضو اتسي بيديلك البي دي اف بتاعه عشان تطبع للشخص ده، وبعد كده تروح بقى البريد او UPS او كده، وكده الاوردر بتاعك يبقى جاهز. لو البرودكت اللي احنا عملناه النهارده ده حابين تجربوه، هسيب لكم اللينك بتاع اتسي ستور بتاعي، انا لسه فاتحه من وقت بسيط جدا. هسيب لكم بقى كود خصم ممكن تستخدموه للناس اللي بتتفرج على الفيديو ده والناس اللي متابعاني وحابه تشتري ده، بس ده عشان طبعا خاطركم. طيب صنعتوا بقى كل دولت وعايزين تبيعوهم، هتبيعوهم فين؟ في كذا مكان. من اشهر الاماكن اللي انت ممكن تبيع عليها مصنوعات يدويه او يعني حاجات معموله بالايد هي اتسي. اتسي ويب سايت موجود في امريكا وكندا وفي دول كتير، بتقدر تبيع عليه الحاجات الهاند كرافت. فبتخش على الموقع ده وبتبتدي تعمل اكونت ليك، وبتدفع تقريبا حوالي $30 حاجه زي كده يعني مره واحده. وبعد كده اي ليستنج بتحطه او اي منتج بتحطه على الويب سايت بتاعك بتدفع عليه 20 سنت كل تقريبا يا 3-4 شهور عشان تجدده. بتحط بقى الصور بتاعتك، بتحط التايتل كويس عشان يشد انتباه الناس، وبتحط الديسكريبشن تشرح فيه المنتج ده عامل ازاي والمواصفات اللي فيه وبيحتوي على ايه وايه المواد الخام اللي انت بتستخدمها، وبيجي لك الاوردر بقى عشان تغلفه وتبعته لهم. غير كده بقى ممكن تبيع على امازون نفس الموضوع، او تبيع على اي باي او الماركت بليس بتاع الفيسبوك، او حتى ان انت ممكن تروح على الفارمر ماركتس تجيب ترابيزه وتنت وبتاع وتظبط الاداء وتبيع حاجتك للناس هناك فيس تو فيس، مش هيبقى حاجه اونلاين. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتس، عجبكم ما عجبكوش، عندكم اي اقتراحات تانية ممكن تقولوها لي. والحلقه الجايه هيبقى فيه برضو مشروع تاني هوريه لكم عملي ازاي ان احنا نعمله، ممكن نكسب منه فلوس، يا اما يبقى دخل اضافي او يمكن في المستقبل يبقى هو ده الدخل الاساسي بتاعنا. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك، واشوفكم الحلقه الجايه على خير. سلام.